السلام عليكم أعزائي المتابعين وأهلا بكم. حق لين رجع النهاردة ولحظة تنفيذ حكم الإعدام على الأم وكمان الخال، وهنشوف مع بعض تنفيذ حكم الإعدام على أم لين طالب وكمان سبب بكائها الشديد أول ما شافت فيديو لأخوها نادر بوخليل في الحمام، ولحظات مرعبة هنشوفها لأول مرة، وأول مرة يكون تنفيذ حكم الإعدام في ميدان عام عشان يكونوا عبرة لكل واحد يعمل جريمة بشعة زي اللي شفناها مع لين طالب. ياريت كل واحد يشوف الفيديو ويشيره على أعلى مستوى عشان يوصل لكل الناس ويعرفوا الحقيقة الكاملة ويعرفوا تفاصيل قضية لين طالب وصلت لحد فين، وكمان عشان نرجع حق البنت الصغيرة اللي ممكن يضيع لو سكت عليه. استمر قاضي التحقيق الأول في الشمال القاضية سمراندا نصار لساعات في تحقيقاتها اليوم في قضية لين طالب التي تعرضت للاغتصاب من أقرب الناس لها مما أدى إلى وفاتها بفعل المضاعفات التي تركها الاعتداء على جسدها. وكمان حاول محامي المتهمين الخال والجد والأم بتبرير وجود أي دليل يدل على الجريمة البشعة اللي هم عملوها، ولكن أظهر فحص DNA على ثياب الضحية والذي تم غسله لإخفاء معالم الجريمة، إلا أن جهلهم لم يسعفهم بإخفاء الدليل لأن الفحص أثبت أن الحمض النووي يعود إلى الخال. وبعد كده بيبرر المحامي وجود الحمض النووي للخال إن الأخير هو من حمل الضحية إلى المستشفى، لكن إفادات الجد والأم المتضاربة كشفت أن من حمل الفتاة إلى المستشفى كان عم والدها وزوجته. وكمان بحسب معلومات صحفية لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد تم ضبط قميص الضحية في بيت الخال بعد وفاتها، رغم أن زوجته التي كانت تلد أثناء الجريمة بقيت في منزل أهل الخال ولم تكن في منزلها، وبالتالي كان المنزل خاليا، فكيف وصل قميص لين طالب إلى المنزل؟ وكمان لو كان الدليل القاطع هو فحص DNA كافيا للادعاء على الخال، فإن القضية كما تشير المعلومات لن تتهاون بل ستدعي على الأم والجد والجدة بالقتل القصدي وليس بالتستر على الجريمة والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، حتى إن هذا الادعاء يستند إلى ادعاء النيابة العامة بهذا الخصوص. ورغم من أن المتهمين لم يعترفوا بالتهم الموجهة إليهم فإن التحقيقات مستمرة، وكمان ستستمع القاضية سمراندا نصار الأسبوع المقبل إلى إفادات المزيد من الشهود والجيران وكمان فحوصات جديدة. ولحد هنا بتكون أهم تفاصيل حلقة النهاردة، ياريت تشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس وتعرفوا كمان الحقيقة وكمان نوصل لحق لين طالب.